لو بتحبي الايس كريم ونفسك الايس كريم اللي بتعمليه في البيت يطلع كريمي، هقولك كل الاسرار اللي هتخلي عندك الايس كريم يطلع كريمي. وهنعمل كمان من 3 كوبايات لبن بس حوالي 1.5 كيلو من الايس كريم، طعمه تحفة وخطير. وطبعا الايس كريم ده الفانيليا. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة عندي هنا 3 كوبايات من اللبن، هحطهم وهحط عليهم 3 معالق من السكر. هضيف كمان معلقتين من عسل الجلوكوز، وده موجود عند العطار او الراجل اللي بيبيع مستلزمات الحلواني، هتلاقوه متوفر يعني. والخطوة دي برضو مهمة علشان يطلع معاكي الايس كريم حلو ويطلع زي بتاع بره. هجيب كمان نص كوباية من اللبن او ممكن حتى مية، وبندوب فيها معلقتين من النشا وبحطهم على اللبن وهو سخن، وبقلبهم وبرفعهم تاني على النار. ضفت كمان حوالي ربع معلقة صغيرة من الفانيليا عشان احنا عاملينه ايس كريم فانيليا، وهقلبه على النار لغاية ما يكون عندي الخليط زي ما انتوا شايفينه كده. السمك بتاعه اهو مش تقيل قوي، يعني هو يعتبر زي المهلبية بس طبعا خفيف شوية عن المهلبية. السر بقى اللي ما بيخلوهوش يعمل التلج ويطلع كريمي برضو، ببتدي ابرده حبة بحبة. يعني عندي هنا ما طبعا ما بحطوش في التلاجة على طول، حطيته في صينية وحطيت عليه من تحته كده مية ساقعة لغاية ما برد خالص، وببتدي اقلب فيه لغاية ما يبرد عندي خالص. يعني ما بحطوش في التلاجة وهو سخن، لازم استنى عليه لما يكون برد خالص ويطلع البخار المية اللي فيه، لان بخار المية ده هو اللي بيعمل التلج. هنضيف كمان اضافة بقى مميزة جدا وبتخليه برضو كريمي، وهو اللبن المكثف اللي احنا هنعمله في البيت. بدل ما نجيب العلبة ب90 جنيه، النهاردة هنعملها مش هتكلفنا حتى 15 او 20 جنيه. هجيب كوباية من اللبن البودر وعليها نص كوباية من السكر البودر، وبزود المية تقريبا بياخد حوالي ربع كوباية من المية، تكون دافية مش مغلية بس تكون دافية. وبقلب عندي الخليط كويس وبضربه عادي بمضرب يدوي او مضرب كهرباء اللي انتوا عايزينه، مش بياخد وقت وعندنا بيتحول احلى لبن مكثف بقى، وممكن نستخدمه في حاجات كتيرة. المكون الثالث وهو الكريم شانتيه، هناخد منه نص كوباية من الكريم شانتيه وبحط عليهم نص كوباية من المية تكون متلجة وساقعة. وببتدي اقلبهم الاول. ده محتاج بقى نضربه ضرب جامد قوي، يا اما بالمضرب اليدوي